بسم الله والحمد لله وتوكلنا على الله والحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ النهاردة بجمهوره ده حماه. جمهوره ده حماه، يعني نسي الفطار ونسي رمضان ونسي كل حاجة عشان خاطر الأهلي الكبير، ونزل الساعة 2 الظهر راح وقف قدام استاد القاهرة الدولي. بيتفرقوا بقى عشان المقصورة الأولى والمقصورة التانية والتالتة شمال، وكل اللي قاطع تذاكر وكل اللي راح يتفرج على الماتش راح من بدري، من الساعة 2 ومن الساعة 3 ومن الساعة 4. وأنا شايف الجمهور وشايف الناس في الشارع مليين استاد القاهرة من تحت، يعني عاملين زحمة، والأعلام وكل المحافظات رايح منها جمهور. أنا مش قادر أروح طبعا عشان أنا ما بحبش الزحمة، طالع بس مباشر إن شاء الله. فبنتمنى يعني ان انتوا تجيبوا حقنا وتفرحونا، عشان احنا دايما في ظهركم. يعني جمهور الاهلي دايما في ظهركم، في ظهر اللعيبه. فاذا كنت انت بقى واكل حتتين كنافه، حتتين قطايف، إيه، اتقل بيهم كده، ايه يعني، اتقل بالخشاف والحاجات الحلوه وقمر الدين والدنيا دي كلها. بعد الماتش ان شاء الله اسفخ، انتش زي ما انت عايز براحتك، مش هنقول لك لا. بس ان انت تجيب حقنا، عشان انتوا طبعا فاكرين الماتش بتاع الهلال السوداني لما كنا رحنا اول ماتش هناك، مرمطونا، حطوا فينا جون وذلونا. فبعد اذن كل لعيبه النادي الاهلي، انا عارف ان مفيش حد فيكم بيسمعني، بس يعني انا بكلم نفسي كده عندي وبقول الكلمتين ان انا عشان انا متضايق منهم. فبعد اذنكم يا جدعان حاولوا تراضونا، عشان احنا الجمهور وراكم. احنا بنشجع الفرقة بتاعتنا الكبيرة، بنشجع النادي الاهلي تالت عالم للأندية، ورابع عالم السنة اللي فاتت، الماتش اللي فات ده. اي كلام بيتقال طبعا، بس انتوا طبعا فاهميني وعارفين انا بقى قصدي ان انا اقول ايه. ان شاء الله تبقى مباراة جميلة، وان شاء الله الهستيري يفرح والكرد يفرح وكل اللي بيتكلموا عن الكورة، وسعفان وكلهم مصطفى، كل اللي بيفهموا في الكورة وكل اللي بيتكلموا في الكورة. مش انا لوحدي اللي بتكلم في الكورة، كل اللي مالهمش فيها بيتكلموا، واحنا معاهم. احنا ملناش فيها بس بنتكلم. يا رب كهربا يعملها هو ومحمد شريف وقفشه وكل الرجاله اللي هم يعني يقدروا يعملوها، يا رب يعملوها ويقدروا يوصلونا للفرحه والبهجه والسعاده ونستمتع مباراه جميله النهارده الاهلي والهلال، ونشوف مباراه كويسه ونقدر نستمتع ونعدي بقى، نصعد بقى عشان نشوف الماتشات اللي بعد كده. لان احنا كده ايه، يعني هي جات لنا من طبق الماظ، ما نفرطش فيها بقى. خلاص، الفرصة تجيلك لحد عندك استغلها، لو ما استغلتهاش يبقى انت كده انسان ايه، فرقة تعبانة وما ترك. احنا ما نقدرش نقول الاهلي تعبان، الاهلي حديد، والاهلي 10/10 واعظم نادي في الكون. لولا كده ان انا ما كنتش هشجعه، ما انا كنت ممكن اشجع الزمالك او الاسماعيلي. فبعد اذن اللعيبه وبعد اذن الجمهور حافظوا على المدرجات، لان الناس دي صارفه. وهعملها ستوري برضو عشان ايه يعني، لازم نحافظ على الاستاد، لان بقالهم 10 ايام او 12 يوم عمالين شغالين في الاستاد عشان خاطر الناس تتفرج وتقعد كده تنبسط وتقعد اللي جايب شويه لب واللي جايب شويه سوداني واللي جايب سيجارتين واللي جايب حبايتين.
عاملين حسابكم ومأمنين الدنيا خارج وداخل، فانتوا ما تنعكشوش بقى، ما تخربوش الدنيا. هو ماتش هيعدي ان شاء الله، كسبنا ان شاء الله نصعد، خسرنا نروح ونحط ايدينا على خدنا ونظرف الكلمتين ونتكل على الله. دمنا المحروق والمطروش نقوم طرشينه على وش الجمهور، وكده يبقى ايه الدنيا بيس البيس وطرش الطرش. فاتمنى من كل الجمهور المحافظه على الاستاد والهدوء، وما تتعبوش الناس اللي شغاله، عشان الناس دي مننا، رجال الامن ورجال الشرطه والناس اللي هم الناس العظيمه اللي واقفين تعبانين من بدري، واقفين في صيامهم، ويروح ياكل لقمه ويجي عشان يكمل تامين. حافظوا على استاد القاهره الدولي، وحافظوا على الرجاله ولاد بلدكم. يعني ما تهملوش، وبلاش الزباله، واللي معاه حاجه كلت شويه اللب ولا شويه السوداني ولا شويه الاي ولا الكنزايه بتاعتك ولا اي حاجه، كيس بلاستيك وحط فيه شويه الزباله، وانت خارج هتلاقي سله زباله ارميها فيه. خليك متحضر وفاهم. بشكركم، كل سنه وانتم طيبين، وسنه سعيده عليكم كلكم جميعا يا رب ان شاء الله، ورمضان كريم عليكم. اتمنى من الله ان انا اتفرج على مباراه ممتعه، مباراه الهلال السوداني والاهلي، والناس كلها مستنيين الماتش ده ان شاء الله. اتمنى ان احنا نتفرج على ماتش حلو، والجمهور بتاعنا يبقى عنده الثقافه والكرويه والتشجيعيه، ان هم يحافظوا على الاستاد ويحافظوا على اللعيبه، وبلاش اهانه وبلاش غلط. كسبنا كسبنا، خسرنا خسرنا. بس ان شاء الله املي في ربنا كبير ان الاهلي راح يكسب النهارده، وراح يلعب كرة مباراة جميلة على ارضه ان شاء الله، وهيبقى ماتش جميل ان شاء الله، وكلنا نستمتع بيه. اللي ما لهمش فيها بقى بيتفرجوا متابعين مسلسلات رمضان. واحنا طبعا احنا متابعين كل المسلسلات، بس احنا هنأجل المسلسلات لحد بعد ايه، لحد بعد الماتش، عشان نتفرج كده بمزاج، ويكون مزاجنا رايق وهادي ونستمتع. اذا كان بقى احنا برضو في البيوت، حتة الكنافة، حتة القطايف واللطايف والحلويات، ونقعد بقى ايه نتفرج كده بروح هادية وروح جميلة، وان شاء الله نكسب ونصعد، وما يكونش فيه أزمة توقفنا النهاردة، عشان هم لو جابوا جون هنزعل. لازم نجيب 3. فإن شاء الله يا رب يا رب يا رب انصر الأهلي الغالي العالي، وفرح جمهور الأهلي اللي الناس كلها صاحية من بدري عشان تشجع النادي بتاعها، ويا رب يفرحهم جميعا يا رب. بشكركم كلكم، وكل سنة وانتم طيبين. أحمد العربي.